بتحاول وتدي وتسامح، لكن في النهاية بتحس انك منهك ومش قادر تكمل. احنا ليه بقى بنتمسك بعلاقات بتستنزفنا ومش عارفين نخرج منها؟ ده بيأكد ان السبب الحقيقي هو الخوف، سواء بقى كان خوف من الوحدة، خوف من خسارة شخص اتعودنا عليه، او حتى الخوف من مواجهة الحقيقة. دايما بنحاول نقنع نفسنا ان العلاقة دي تتحسن، لكن الحقيقة بقى ان في علاقات لازم نخرج منها علشان نقدر نعيش حياتنا. بتحس انك مضغوط او خايف من رد فعل الشخص التاني، شعرك وتعبك مش مهمين والمطلوب منك دايما انك تكون الشخص المساند. الطرف التاني بيخليك تحس انك مش كفاية وانه دايما في موضع الضحية وان انت المسؤول دايما عن اصلاح كل شيء. لكن الاهم هنا هو ازاي نتحرر ونستعيد قوتنا من اول وجديد. تعرف انك تستحق علاقة صحية. العلاقات السليمة مش لازم تخليك تحس بالذنب او التقصير طول الوقت. حدد حدودك بوضوح، مش لازم ابدا تكون شخص متاح طول الوقت. حقك تقول لا من غير ما تحس بأي ذنب. قلل التواصل تدريجي، مش لازم خالص نقطع العلاقة فجأة لو ده صعب. نبدأ تقلل وجودك، اعتمد على نفسك أكتر، استثمر في وقتك في حاجات بتحبها، وجدد علاقاتك الإيجابية واهتم بنفسك أكتر. ومش لازم خالص تواجه كل حاجة لوحدك، ممكن تتكلم مع صديق مخلص أو حتى مختص يساعدك في اتخاذ القرار الصح. مش كل علاقة لازم تستمر، أحيانا حريتك بتبدأ لما تقرر تسيب اللي بيأذيك. خطوة جديدة، درس جديد، وإحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.